استمر على هذا صلى الله عليه وسلم 10 سنين يدعو إلى التوحيد، هذا في مكة. وبعد 10 سنين عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وفرضت الصلوات الخمس في السماء، وهذا تمييز للصلاة عن بقية الأركان. الصلاة أمرها عظيم، لهذا أمر الله تعالى بها بنفسه، وعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه ففرضها الله مباشرة، بينما بقية الفرائض نزل بها جبريل عليه الصلاة والسلام تمييزا للصلاة لعظم قدر الصلاة. الصلاة أعظم ما يكون بعد التوحيد، بعد الشهادتين، هي أعظم ما يكون، أعظم من جميع الأعمال. ولهذا لو تلاحظ الصلاة لا تسقط نهائيا. قد يوجد مسلم فقير مريض، فإذا كان فقيرا مريضا فإذا كان فقيرا لا تلزمه الزكاة، وإذا كان فقيرا لا يستطيع الحج، وإذا كان مريضا لا يستطيع الصيام، وكذا الحج، فيبقى ما أدى شيئا من هذه الأركان لفقره ومرضه. أما الصلاة فلا تسقط نهائيا، ما دام الإنسان يعقل فلا تسقط عنه. ولهذا أمر الله تعالى بها في أشد المواضع، وهي الحرب: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، الآية. فيقسم الجيش إلى قسمين: قسم يحرس، قسم يصلي، وهذا كله من دلائل عظم شأن الصلاة. ولهذا الصحيح أن تاركها كسلا أنه يكفر. فالصلاة تختلف عن جميع الأعمال الأخرى من الأركان وغيرها من الواجبات، فشأنها شأن عظيم. من أجل ذلك فرضها الله تعالى بنفسه تمييزا لها وتعظيما لشأنها. ومن رحمة الله تعالى أنه فرضها أولا 50 صلاة، ولو أوجبها الله للزمتنا 50 صلاة. من رحمة الله ومنته أن الله خفف عن عباده فأوجب 5 الصلوات هذه، وصارت بأجر 50 صلاة. ثم تجد من يتكعكع ويتباطأ ويتأفف من أمر الصلاة. والله إن الصلاة من أعظم وأكبر نعم الله على المسلم. إذا أردت أن تعرف ذلك انظر الذي لا يصلي، كيف عيشته، كيف حياته، حياة فوضى، لا ارتباط له بربه، ولا معرفة له بإخوانه في المساجد، إنما يعيش، حتى إن بعضهم يموت في بيته ويبقى أياما فلا يعرف أنه ميت حتى تشم رائحة جثته. فالصلاة نعمة كبيرة من نعم الله تعالى التي ينبغي أن تقابل بانشراح الصدر والقيام إليها مبتهجا الإنسان. لهذا قال صلى الله عليه وسلم في الصلاة: أرحنا بها، فهي راحة لمن كان له قلب وليست شيئا ثقيلا. فشأنها شأن عظيم، والحقيقة أن تعظيمها من تعظيم الله، والتهوين منها من دلائل قلة ورع الإنسان وقلة خوفه. وإلى من يعظم؟ ماذا يقال في أمر فرضه الله تعالى بنفسه، وعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى جاوز السماوات، وفرضه الله تعالى مباشرة؟ أمر عظيم أمر الصلاة. فلأجل ذلك لما فرض الله تعالى عليه الصلوات، وهذا في مكة فرضت، وهذا من دلائل عظم قدر الصلاة أنها هي التي فرضت في مكة. الصوم والزكاة ذات الأنصبة والحج لم يفرض إلا في المدينة ولم يفرض في مكة، وهذا من الفروق العظيمة بين الصلاة وبين بقية الأركان.